بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أحييكم تحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه القناة، قناة سلام الإعلامية المباركة، هذا أحمد شريف يحييكم دوما ويرجو لكم أن تكونوا في خير وصحة وعافية. أهلا بكم مشاهدي الكرام إلى حلقة جديدة في برنامج مع اللغة العربية، وهذه هي الحلقة رقم 56 بعد المئة بحمده تعالى. يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. دوما نفتتح بهذه الآية ونختتم بها هذه الحلقة الأسبوعية من هذه القناة المباركة. مشاهدي الكرام، لعلكم تذكرون أننا في حلقة من حلقات هذا البرنامج قلت لكم سنقدم ملامح عن الأدب من واحد من أي دولة عربية. طبعا الناس بيفتكروا أن الدول العربية هي 22 دولة، لكن بالقاعدة النبوية التي وضعها لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما العربية لسان، وكل من تحدث العربية فهو عربي، ليست العربية لأب أو أم. بالتالي الأمة الإسلامية هي كلها أمة عربية يعني. ومن هنا نحن سنتقفى أي دولة، يعني حتى لو لم تكن عضوة في جامعة الدول العربية، إذا هي ناطقة بالعربية هي دولة إسلامية، أو الإسلام فيها يعني في نسبة، ولو كان مسلما واحدا طالما ينطق العربية ويتحدث بها، فهذه الدولة بما فيها نحن نقول عليها دولة عربية. من بين المطالعات التي يعني وأنا أتصفح وأقرأ وما إلى ذلك، دوما أضع في حسباني برنامج مع اللغة العربية ضمن سلسلة البرامج والأفكار التي أحاول أن أعالج بها مسألة من مسائل اللغة والأدب والسياسة والثقافة والاجتماع وما إلى ذلك. بحمده تعالى اهتديت وأنا أتصفح في موقع أدال. موقع أدال بوك كلاب هو تابع لأخونا اللي هو نادي أدال للكتاب، تابع لأخونا إبراهيم إدريس، وأحييه من هنا. يعني نشر لنا حاجة، يعني أسأل الله أن يعطيه أجر ما نشر، وهو يعني نقلا عن معهد طيبة للبحوث والتدريب بنيجيريا. نشر هذا الكتاب الذي هو في غاية الأهمية، يعني رصد ل100 شاعر نيجيري، مختارات من الشعر العربي النيجيري خلال القرن الأول من 21. طبعا هذا كنز بالنسبة لنا، يعني سيما وأن أخونا أستاذ إبراهيم إدريس يعني لخص لنا 100 شاعر في هذا الكتاب، وهو الجزء الثاني. يعني 100 شاعر نيجيري خلال القرن ال21، مشروع ثقافي يصدر عن معهد طيبة للبحوث والتدريب نيجيريا، كمبادرة ثقافية انطلقت لتسليط الضوء على آفاق الشعر العربي النيجيري المعاصر. هذا كلام ممتاز يعني. جمع المعهد مواد هذا المشروع من مختلف مناطق نيجيريا، شمالا وجنوبا، شرقا وغربا، فأتت الموسوعة الشعرية لتمثل الصورة العامة للشعر العربي النيجيري في القرن ال21 بأبعاده الثقافية والفكرية، في 1000 قصيدة تقريبا ل100 شاعر وشاعرة، أي ل100 شاعر وشاعرة، لكل شاعر 10 قصائد تمثل عصارة تجربته الأدبية، مع تقديم سيرة ذاتية تتعرض لأهم محطات حاضره في لأهم محطات حاضرة في أعماله الشعرية، مما يوفر للقارئ خلفية غنية عن روافد الشاعر الثقافية. فالمشروع سفر شامل يعكس الصورة الشعرية النيجيرية
ويكشف التوجهات الإنسانية والاجتماعية والروحية والثقافية الموجودة لدى الشاعر العربي النيجيري الشاب في القرن 21. إن إصدار هذا المشروع يعكس التزام المعهد بتعزيز ودعم الأدب العربي النيجيري وشعرائه المبدعين في الساحة الأدبية الدولية. ويأمل المعهد من خلال المشروع أن يقدم إسهاما كبيرا في توثيق وتقدير الأدب العربي النيجيري المعاصر، ليكون مصدر إلهام للأجيال القادمة من الشعراء والأدباء. ونشر رابط تحميل الكتاب. يعني نحن باسم كل المشاهدين واهتماماتهم نشكر أخونا إبراهيم إدريس على نشره في نادي أدال للكتاب على صفحته في الفيسبوك. ونقول له يعني إن هذا عمل تؤجر عليه وتعميما للفائدة. ارتأيت مشاهدي الكرام أن نقدم لكم شيئا من هذا الكتاب الذي يعتبر يعني وهو كنز ما في شك يعني. وخلوني برضو نعطي حق الإشراف. كما قلت لكم هذا هو الجزء الثاني الذي بين أيدينا، هو الجزء الثاني، وإن شاء الله برضو سنبحث عن الجزء الأول. أشرف على هذه المختارات الأستاذ الدكتور إبراهيم أحمد المقري. يعني لك التحية يا دكتور إبراهيم المقري. وأنا عبر هذا البرنامج يعني لكم وددت أن يعني يقوم معهد طيبة للبحوث والتدريب بنيجيريا. يعني هو فرع في نيجيريا. والله يا أخي أنا أقول الأستاذ إبراهيم افتح لنا قناة اتصال، لعل هذا المعهد يجمع لنا لكذا شاعر إريتري يكتب بالعربية، فيخرج لنا شيئا من هذا من هذا الكنز الجميل، يعني مع الطيبة من هذا المعهد المبارك، ليساعد في نشر كم من الشعراء الإريتريين. مشاهدي الكرام، أحييكم تحية طيبة مباركة مباركة مرة أخرى، وأدعوكم الآن لمتابعة ما وقفنا عليه، وذلك تعميما للفائدة. الكتاب عزيزي المشاهد يقع صفحاته في 533 صفحة، وده عمل مقدر. اسم الكتاب كما قلنا 100 شاعر نيجيري، موضوعه هو الشعر. اسم المؤلف معهد طيبة للبحوث والتدريب نيجيريا. الطبعة الأولى جديد هذا الكتاب 2024، وله ترقيم دولي، وطبع عن دار النشر دار العربية للنشر والتوزيع زاريا نيجيريا، وفيه بريد إلكتروني ورقم هاتف. والله نحن نحاول أن نتصل ونرى كيف يمكن أن يساعدونا على أن نختار لهم عدد من شعراء إريتريا الذين يكتبون بالعربية، ونطرح عليهم هذا المشروع إن شاء الله. في الفهرس هنالك مقدمة، وبعد ذلك رصد عدد كبير من الشعراء. نتشرف أن نذكر أسماءهم: فايز شعيب، طاهر مختار، ناصر المالكي، مصطفى مي أيكي، ومريم بللو، عبد الله الغيضوي، عبد الرازق أولايكن، علي صلاح الدين، أحمد سابو، ثاني طيب، محمد سراج، مالك سوار، عمر الفوتي، يابغي أبو بكر، مبارك بللو، كمال الدين إبراهيم، عبد الله رابع، محمد إنوى، عبد الله الكانمي، حافظ أبو بكر، مصطفى أبو زرع، ثاني آدم، مصطفى مراد، تجاني عثمان. اسم ثاني طبعا طوالي موجود في إخواننا وشقائنا النيجيريين، وتجاني طبعا ما شاء الله يعني برضو كثير يعني. في المقدمة يقول المشرف وأعتقد هي يعني تعطينا ملامح أكثر لما سردناه. يقول المؤلف: لم يكن الشعر العربي في نيجيريا
شعر عقود، بل هو شعر قرون تمتد جذوره إلى العصر البرنوي، البرنو يعني، في القرن ال11 الميلادي، وفي عصر بني فودي بين القرن ال19 والعشرين الميلاديين قويت شوكته وبلغ أوج مجده، حتى كان العلماء يتراسلون فيما بينهم بالشعر العربي. سبحان الله. وبعد فترة من الزمن طويلة ران عليه شيء من الضعف كما هو الآن في إريتريا، فخبت خلالها جذوته وطفأ نوره نتيجة الدسائس التي حاكها المستعمرون وأذنابهم ضد الإسلام وكل ما يمت إليه بصلة، بما في ذلك اللغة العربية وعلومها، فقل الشعراء عددا ونتاجا، وكاد الشعر العربي يختفي تماما لولا ما توارثه الناس في متون الكتب واحتفظ به الألسن. والله وكأننا نقرأ يعني الحالة الإريترية التي عليها، يعني تراجع في واقع الشعر العربي في إريتريا منذ الأربعينيات. يعني فترة الأربعينيات كانت فترة زاهية، وما قبل ذلك تراجعت إلى أن وصلنا إلى هذا اليوم. ربما الشعر العربي في إريتريا أصبح غريب الوجه واليد واللسان، يعني لو تجسد هذا الشعر، يعني سبحان الله يعني. ولمشيئة الله تعالى وإرادته نهض الشعر العربي من رقدته من جديد، أو رقاده من جديد، إذ ظهر على المسرح كوكبة من العلماء في شمال نيجيريا وغربها، نفخوا فيه الحياة وجددوا في أغراضه ووسعوا أفقها بوصف مشاهد الطبيعة الحية والميتة والمخترعات الحديثة وغيرها مما كان نادرا في أعمال من سبقوهم. وفي طليعة هؤلاء الكوكبة المرحوم الشيخ جنيد بن محمد البخاري، كذلك وزير سقطو، والمرحوم القاضي إبراهيم عمرو. يعني أحسب أن الشيخ جنيد بن محمد البخاري وزير سقطو دي ربما تكون منطقة، والمرحوم الشيخ عبد الله بن يوسف المشهور بقاضي شندم، والأستاذ الدكتور عيسى ألبي أبو بكر وغيرهم. وأبرز مراكز الشعر العربي في نيجيريا اليوم هي مدينة ميدوغيري وكانو وسقطو وزاريا وإلورن ولاغوس. واليوم لقد انتفضت فترة كبار العلماء وأخذ مكانهم الشباب الذين ينتجون الشعر بمنتهى السهولة، وشعرهم غزير جيد رصين. لقد تنافسوا في نظم الشعر وإلقائه بمختلف المناسبات، أي في مختلف المناسبات الدينية والاجتماعية والمنتديات العلمية والثقافية، فتفننوا في قوله حتى فاق نتاجهم ما ورثوه عن أجدادهم من حيث الكم وتنوع الأغراض، وتسابقوا مع الشعراء العرب حتى في عقر ديارهم. طبعا نحن قلنا كل من تحدث العربي فهو عربي، لكن تمشي مع القاعدة الموجودة، يعني الدول العربية لابد تكون في الميدل إيست، الشرق الأوسط ومنطقة الخليج وما إلى ذلك. والديوان الذي بين أيدينا، أي هذا الكتاب 100 شاعر نيجيري، مختارات من الشعر العربي النيجيري خلال القرن ال21 الذي هو على الشاشة. الديوان الذي بين أيدينا خير أنموذج للشعر النيجيري المعاصر والفكر النيجيري الحديث الذي صيغ بالعربية الفصيحة، فعلا شعر فصيح إلى أبعد ما يمكن أن تتخيله عزيزي المشاهد، إذ ظل يعكس البيئة النيجيرية ويعبر عن فلسفة شعرائها خير تعبير، وهو يشتمل على 250 قصيدة تقريبا ل25 شاعرا شابا يمثلون شتى أقطار نيجيريا المسلمة شمالا وجنوبا، هي كادونا وزنفرة وكانو
وإلورن ولاغوس وجيغاو وسكتو وبرنو وكوغي، على أن هناك عشرات من الشعراء الشباب الذين لم يغطهم هذا الديوان، ولنا أمل في أن الأعداد القادمة سوف تضمهم. أما أغراض الشعر في الديوان فمزيج بين القديمة والحديثة، بل الأولى هي السائدة، أي القديمة، مما يدل على أن الشباب لم يتحرروا تماما من القديم، وهذا مما يحاسب لهم وليس عليهم، لأن القديم وعاء التراث والتاريخ ومرجع الحاضر والمستقبل، فلا يجوز رفضه أو طرحه جملة وتفصيلا، وإنما كان يجوز تجديده وتحديثه ليواكب روح العصر. ولعل خير نموذج لشعر التحرر من القديم ما ورد في قصيدة اقتربت الساعة للشاعر فائز شعيب آدم، وهي التي يستهل بها الديوان. يقول فيها الشاعر، استمع إلى هذا الشعر الجميل يعني: صاحت رويدك لن يفوت الموعد، صاحت رويدك لن يفوت الموعد، حقا ستطمح في الحياة وتسعد، ولسوف يحمل طيف يومك وردة تزهو فيصعد في الليالي المصعد، ولسوف أو العشق ينبت في الدماغ فيرتدي حتى يغرد في اللياق مغرد، يا نفس كوني للزفاف فريحة كي يكتب التاريخ عنك ويخلد، ما زال حبك في الخواطر يشتهي، لجنابك الماحي سيعلو المقصد. يعني مستهل جميل. واختتم الشاعر فايز قائلا: وأنا رسول الحب تلك سجيتي، مثلي فلست تراه يوما يوجد. يفتخر يعني: وأنا رسول الحب تلك سجيتي، مثلي فلست تراه يوما يوجد، والكون يشهد والقطا تشتاق أن تلقى الجناح لكي يطير الهدهد، والآن يرجع ما بدأت بمطلع، قالت رويدك لن يفوت الموعد. أتذكرون هو قال هناك في بداية صاحت رويدك لن يفوت الموعد، حقا ستطمح في الحياة وتسعد، والآن يرجع ما بدأت بمطلع، قالت رويدك لن يفوت الموعد. طبعا هذه الأساليب يقوم بها كبار الشعراء المتمكنين من شعرهم. فقد خالف الشاعر سنة قدام الشعراء النيجيريين الذين كانوا يستهلون قصائدهم استهلالا دينيا صرفا، ولم يكتفي بذلك بل استهل بالغزل الذي كان الشعراء يعزفون عنه ويزهدون. وفي النموذج نفسه نلمس شيئا من أمارات القدم، ممثلا في التزام الشاعر بالوزن والقافية التقليديين. ومن أجمل ما قرأت في الديوان، يقول المؤلف: قصيدة لطاهر مختار حسن معنونة إلى الذين حفروا في قلوبنا خندقا من الأمل والمحبة. هذا عنوان طويل يشبه العناوين الإريترية. كان أحد الأصدقاء الذين توفاهم الله، وهو الأخ العزيز سعيد حميدان رحمة الله عليه، كان يسألني دوما يقول لي: ألاحظ أن عناوين شعراء إريتريا عناوين قصائدهم طويلة، يعني فليست كلمة أو كلمتين. فذكرني رحمة الله عليه، هذا عنوان طويل. عموما يقول إنه قصيدة الشاعر طاهر مختار حسن هي قصيدة تتزيا بخيالها المجنح، وتحمل في أطيافها أملا كبيرا، وتنبئ بمستقبل باهر للشعر النيجيري المكتوب بالعربية. من أبياتها: ماتوا
فأحيا موتهم أمواتا، وأمات فينا من أضاع صلاة. كرر البيت: ماتوا فأحيا موتهم أمواتا، وأمات فينا من أضاع صلاة. حجوا هناك محلقين رؤوسهم ومقصرين، وقبلهم ما مات، وجميعهم عادوا، وفي أحشائهم ضوء ينير حياتنا وممات. فتراهم حينا على أرواحهم طاروا، وحينا ينهلون فراتا، والله أحسن في الورى مثواهم من بعد ما أدوا هناك زكاة. حفروا قبورهم بحدة سيفهم، قصرا جميلا ابتنوه نباتا. أو حفروا قبورهم بحدة سيفهم، قصرا جميلا أنبتوه نباتا. فتدور حولهم رماح عدوهم شوقا، فيصدر شوقهم أصواتا، حتى الرياح تهب في أعماقهم متسمرين شجاعة وثباتا. وعلى غلاف سمائهم أقلامهم كتبت بحبر دمائهم أبياتا. حفروا على قلب الأحبة خندقا، والكل يطلب في جواه نجاة. تركوا على ظل المشاعر بصمة كبرى تلملم للشتات شتاتا. ما إن تصافح قلبهم قلبا قسى، حتى تفجرت القلوب قناتا. والله هذا شعر الرجال، يعني كما كان يصفه أستاذنا فراج الطيب السراج. يقول في صالون الجمعة الشهير، يقول صالون الأصالة يعني، يقول: يا جماعة سمعونا من شعر الرجال. يعني ذلك الشعر الغير ملتزم بالقافية والوزن والجرس والشعر العمود المقفى، كان يسميه مخنة الشعر، لا أنثى ولا ذكر. فما كان يعترف، يقول لك ذاك ما شعر الرجال يعني. فمثل هذا الشعر كان بيسميه شعر الرجال يعني. واللافت للنظر آه كما يقول الدكتور مشهود محمد جنبة، وهو نائب مدير الجامعة الإداري جامعة ولاية كوار ميليتي، يقول: واللافت للنظر أن قصائد الشباب تمتاز بوضوح المعنى وبساطة التعبير وحسن اختيار الألفاظ والتشديد على مراعاة القواعد اللغوية والعروضية. اللهم إلا في بعض الأحوال حين يخون الشاعر التعبير، فيأتي خياله رخيصا باردا وبعيدا عن تصوير المقصود، لا سيما في تجربة الشعر الحر الذي يسوده التعمية غالبا. لم يكن في يوم من الأيام الشعر حرا، الشعر ما عنده التزامات. شفت الحر والنثر والحاجات دي هي كلها دخيلة على الشعر العربي. ويواصل الدكتور مشهود فيقول: ولم يعبد طريقه بعد في عالم الشعر النيجيري. هذا قدر ما سمح به الوقت والظروف، رجاء أن يؤدي هذا الموجز شيئا من الهدف المرجو من وراء تكلفتي بكتابته. وأود أن أختتم الكلمة بتقديم خالص الشكر والتقدير لمعهد طيبة للبحوث والتدريب بكافة الكوادر العاملين فيه تحت مديره الواعي الدكتور الكبير البروفيسور إبراهيم أحمد مقري على الفرصة السانحة التي أتيحت لي لكتابة هذه الكلمة، فجزاه الله خير. هذا هو الدكتور مشهود محمود جنبة، رئيس مدير الجامعة الإداري. ويستهل لكل شاعر يعمل تعريف موجز فيقدم له مجموعة من قصائده. أنا بما يسمح به الوقت سأخذ لكل شاعر قصيدة ونقرأ موجز عن سيرته الذاتية. الشاعر فايز شعيب آدم، أنا كنت أتمنى والله نجيب مع كل شاعر صورة له، حتى ما تكون المسألة فيها يعني برضو
نقدمهم للمشاهد الكريم ونتشرف بهم يعني، وهم إخوة لنا في الإسلام والعروبة. فايز شعيب آدم من مواليد ولاية كادونا نيجيريا عام 1989. الله شاب، درس الابتدائية في مدرسة سبيل الفلاح وتخرج فيها عام 2000، ثم التحق بكلية الشيخ إبراهيم عفوا الشيخ أبي بكر محمود جومي، حيث درس الثانوية والدبلوم فيها وتخرج عام 2009، ثم قبل بجامعة الأزهر عام 2011، وبعد فترة يسيرة التحق بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وانتهى إلى مرحلة الماجستير في كلية اللغة العربية بقسم اللغويات عام 2021. هو جديد لسه. كان مولعا ومحبا للشعر العربي منذ نعومة أظفاره، وكان يحاول جمع الكلمة والكلمتين باسم قرض الشعر. هكذا بدأ الرحلة حتى أصبح يستطيع إقامة بيت شعر، ثم وصل إلى ما هو عليه اليوم. سأقرأ لكم واحدة من قصائده، وليست كلها ولكن أبياتا من. يقول في قصيدة سحران تظاهرا، طبعا هذا مقتبس من القرآن الكريم يعني. سحران تظاهرا، ودائما القافية عندما تكون بالقاف جميلة بالمناسبة. وقع بيت الشعر القافية لما تكون بحرف القاف سواء كان مرفوع أو مكسور لا يعني ليس، لا يؤثر على ذلك، لكن دائما قافية القافية قوية يعني. يقول في قصيدته: أحوال عشقك نبض عند ترياقي، واستخلص الحب حين التف بالساق. أحوال عشقك نبض عند ترياقي، واستخلص الحب حين التف بالساق. وحدي أسير وعمري في الهوى سند، أغتال من بين أوراق لأوراق، مذ سخر الله آمالا يزاولني في الشوق. سم لكي يقتاد أعماقي، في سورة الحب أتلو آية فأرى أن ليس يعكس عني العشق أشواقي. أحكي وحكمة لقمان تشاورني، حتى أفيض بغيث الشارب الساقي في ساحة البدر. لا سيف يذاد على شأو البطولة من أفواه أطباق. هات الجنون وكل الناس تشهد لي أن الجنون سيجري عند أخلاقي. لو كنت دوما مريدا للهوى لسقيت الحبيبة خمر العز بالواقي. لا تحسبيني لجوج الود أسكبه في الكأس كي لا يراه عند أحداقي. والشعر يرسم أحلامي فيسعدني حلم المنام، لكي أعيا بغساقي. إني رأيت وشوقي في الأنام شدا. رن القصيدة من شوق لأشواقي، لي حب قيس لليلى كان مرتهنا، ينسيك ما قد شدا شوقي لأباقي. شعري سيشفع عند الموت مع شغف، حتى أعول حب الصارم اللاقي، أو تنزوي النفس عني بعد أزمنة بالحب تثبت في الأعراق أعراقي. حبي كمثل عصا موسى تلقف ما يأتي ليرزح عند الغرس أحداقي. ماذا أقول وبحر الشعر أدهشني حبا ليروي شعر الشاعر الراقي. أختار
صفحة تاريخ لترسم لي حبا مدى الدهر عند اليوم والباقي، تهوي لتسعد نحو الحب صادقة، قول الحبيب فتسمو بين أوراقي. بعد ذلك يسير. القصيدة طويلة جدا يعني. سأكتفي للشاعر المجيد ونحييه باسم كل المشاهدين وهذا البرنامج. تحية لك الشاعر النيجيري الشقيق الحبيب فائز شعيب آدم. أيها السادة والسيدات، لازلتم مع قناة سلام الإعلامية المباركة، وتتابعون حلقة جديدة في برنامج مع اللغة العربية. واليوم نسعد أن نتحدث من كتاب رصد لمئة شاعر خلال لمئة شاعر نيجيري، وهو يرصد يعني مختارات من الشعر العربي النيجيري خلال القرن 21. سندلف الآن إلى شاعر آخر. طبعا هو أخذ لكل شاعر 10 قصائد، وأنا أختار القصائد عشوائيا. الآن نأتي إلى شاعر آخر، وهو الشاعر المجيد طاهر مختار حسن. طاهر مختار حسن ولد الطاهر مختار حسن ولد في 20 من أغسطس عام 1996 في حارة ريجرزاكي، كانو، نيجيريا. نشأ وترعرع هناك، وهو الآن طالب في معهد الدوحة للدراسات العليا. الدوحة قطر يعني. يجيد 4 لغات: الهوسة والعربية والإنجليزية والفرنسية. ما شاء الله، رجل لغوي. المؤهلات العلمية: بكالوريوس في اللغة العربية من الجامعة الإسلامية بالنيجر بتقدير ممتاز. دبلوم متوسط في كلية لغات الشعوب الإسلامية بالحرف القرآني من معهد اقرأ للتأهيل المهني والفني، الجامعة الإسلامية بالنيجر. دبلوم في اللغة الإنجليزية من اتحاد طلاب ولاية كانو، الجامعة الإسلامية بالنيجر. دبلوم في التكوين المهني المتوسط الحاسب الآلي من معهد ساي للتأهيل المهني والتقني بالنيجر. شهادة حضور الدورة الوطنية التأصيلية من اتحاد طلاب نيجيريا، الجامعة الإسلامية بالنيجر. وله كم هائل من شهادات الشكر والتقدير. نأتي الآن إلى واحدة من قصائده. سأختار عشوائيا كما قلت لكم. خلونا نقف عند هذه القصيدة. مأساة شاعرة الرثاء أو الرثاء الخنساء. والخنساء هي تماضر بنت عمرو عزيز المشاهد، التي يرويها الشعر العربي ولا ما كان خاص يعني في الشعر وفي الإسلام يعني. وتماضر بنت عمرو من أشهر قصائدها: عيني جودة ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى، ألا تبكيان الجواد الجميل، ألا تبكيان الفتى السيدة. يعني رثته رثاء حتى وبكته حتى فقدت بصرها تماما، وهو شقيقة أو أخوة من أبيها يعني. عيني جودة ولا تجمد، ألا تبكيان لصخر الندى، صخر وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. هذا ما أتذكر عن الخنساء. فيقول الشاعر: لا يأتي إلى مثل الخنساء إلا أن يكون شاعرا مجيدا يعني. مأساة شاعرة الرثاء الخنساء. وطبعا مأساة الخنساء كثيرة يعني، قبل الإسلام وبعد الإسلام يعني. يقول: ماذا سأكتب والحرف يتامى، أو عفوا ماذا سأكتب والحروف يتامى، والقلب ينحت صخرة ورخاما. ماذا سأكتب والحروف يتامى، والقلب ينحت صخرة ورخاما. مأساة شاعرة الرثاء تهيم بي عشقا لتسقين الهموم غراما. تسطو علي بوثبة شعرية ثكلى فينقلب الوراء أماما، حتى أناجي نفسي السمراء في ليل المشرد
أو المشرد حسرة وحطاما، حتى أناجي نفسي السمراء في ليلي المشرد حسرة وحطاما لأراك يا خنساء بين قصيدة تروي لنا الأحزان إذ تترامى، تمضي بك الأيام بين مشرق ومغرب وكأن صوتك هاما، تمضي بك الأيام بين مشرق ومغرب وكأن صوتك هاما، وتحوم حولك يا تماضر نقطة وهمية لتورث الأوهام، وأرى عيونك لم تزل تبكي على صخر الندى والقلب حولك حاما، وأرى أناسا خبروا بيتا بنيت من السلام فحولوه ركاما، قرضوك في بيت القصيد يتيمة والشعر لا يرضى بغير كماما، يكفيك فخرا أن أحسن ناطق بالضاد قد أثنى عليك تماما، يكفيك فخرا أن حزنك حط في قلب القصائد بصمة تتنامى، أرجوك شاعرة الرثاء تلطفي بي قربيني كي أنال مقاما، أرجوك صبي لي همومك قهوة عربية خجلة تسيل هياما، حتى أرتل سورة المأساة في قلبي هناك يقظة ومناما. والله الشعر ده هو فعلا شعر الرجال، يعني لله درك. شاعرنا المبجل أخونا الشاعر المجيد طاهر مختار حسن. سنكتفي بقصيدة الشاعر مختار حسن هذه القصيدة، وكما قلت لكم يعني سأحاول أن أختار لكم، يعني بالترتيب سنسير، ولكن سأختار عشوائيا. وعلى فكرة أنا أقرأ القصائد الآن، يعني أنا أحب أقرأ القصائد، يعني لا أقرأها كما أعمل مراجعة للأخبار وما إلى ذلك. فالقصيدة الجميلة يعني جميل أن تفاجئك في أبياته وأنت تقرأ، يعني وتحدث لك لذة فنية أنت كقارئ، ومؤكد أنه لدى السامع بتحدث لذة فنية، ولذلك أحيانا يعني يكون في خطأ في القراءة ونعيد الترتيب. فأنا حقيقة لا يعني أحب أقرأ قصائد الآخرين، وحتى قصائد إذا كتبتها أحب أقرأها، يعني ما أراجعها قبل أن أقرأ. وقد تكون هنالك يعني كبوات أثناء القراءة، ولكن هذا منهجي في قراءة الشعر، أحب أن أندهش بالشعر وأنا أقرأه يعني. طيب نقرأ برضو، سنختار قصيدة واحدة للشاعر ناصر المالكي. هو محمد الناصر ابن الإمام علي الخواص ابن الشيخ محمد الناصر كبرى، ولد في مدينة كانو بنيجيريا في حارة كبرى عام 97. ولد الشاعر بعد وفاة جده الشيخ ناصر كبر بعام، فسماه والده باسم الجد تيمنا وتبركا به. نشأ الشاعر في بيت علم ودين وثقافة، وتربى على يد والديه الكريمين في نفس الحارة. استفاد من علم تلاميذهم المتميزين مثل الدكتور أبو بكر الشيخ إبراهيم. شاعرنا حصل على شهادة الليسانس في التربية والدراسات الإسلامية من جامعة يوسف مي تما سولي كانوا 1920. كذلك تخرج في مدرسة جده الشيخ الدكتور محمد الناصر كبر، وبدأت علاقته الشعرية منذ العاشرة من العمر، مبكر جدا، حيث كان يردد أناشيد المدرسة في طريق عودته إلى البيت، إذ نسي جزءا من الأنشودة، أو إذا نسي فصار يجتهد في تأليف عبارات جديدة. يعني هكذا هم الشعراء. له إسهامات عدة. أسهم الشاعر بشكل ملموس
في تعزيز الثقافة العربية والإسلامية على مستوى الولاية والوطن أي نيجيريا، فهو رئيس نادي نيجيريا الأدبي. له منتجات عدة ودواوين، منها من الصفر حتى انتهاء العدد، لغة مشاعر وأحاسيس لا مساس، هذه دواوين. له عدة كتب، منها المبوب في اللغتين العربية والهوسة، رفيق الطالب إلى أسمى المطالب، المشتقات من أساليب العرب. سأكتفي بهذه السيرة. هو يكتب الآن برضو، عنده شعر تفعيل يعني. سأختار لكم واحدة من قصائده. خلونا نقرأ برضو من، وإن لم يكن هذا الشعر جيدا لما وضعوه. هذه القصائد التي تنشر، ما أعرف هل هي تعنون بتاريخها أم لا تعنون. سأنظر، لأنه مع الأسف لا يتم يعني، ليس العنوان ولكن التاريخ. هل يكتبون تاريخها أم لا يكتبون؟ آه، ما قاعد يكتبوا التاريخ. يقول في قصيدة، آه، هو أعتقد هذا الشاعر يكتب. خلونا نقرأ هذه القصيدة: زفاف إلى اللغة. يقول في قصيدة زفاف إلى اللغة: خجلت فرق حياءها الخدر، وبكت فشف بكاؤها العطر. هو خلاها كده، لا يعني ما شكل وتبسمت بالبردتين، وفي ليل الهوى يتبسم الفجر، وتقمصت قمر الحرير، وفوق جبينها الياقوت والدر، ترنو لمشعرها الوجوه، متى ما القبلتان قلاهما الشطر، كأسا على كف العقول، صدى من قعره يتصبب السكر، تاجا مليا بالملوك، وفي تاريخه يتبختر الشعر. بلسانها ضاد مهذبة، بكر غلا من حسنها المهر، فغدت بأسواق الكلام غلاء، سلعة افتضتها سعر، مخطوبة بين الكرام، وهل طلب الكريمة خاطب غر، شهد لها الكونان والقرآن، وليها وعروسها الشعر، وصداقها سهد الأديب، وذا يوم الزفاف ومارس الشهر. عيد الحروف وعيد كتابها، عيد السليقة إنه الفخر، عيد الجمال وعيد صانعه ما أجمل الإبداع. يا بشر هل اتخذنا من شريعتها وحيا، فيسوي الخمر والأمر، تتلو معانيه البحوث، متى صلى بها من سرها الجهر، خشعت لها الأصوات وارتفعت، فانساق فيها الشفع والوتر، لغة نحط لدى ابن بجدتها، بين اللغات بغاثها نسر، منذ اعتلاء عروش فكرتنا استويا عليها الشعر والنثر. بالحب أذكر كل شيء سابق، ذكر العجائب أو ذكر العجائز، سيرة الأجداد، هذا أنا خط بلا قلم، وقد تمت حكاية عاشق إعدادي. طلع من الروي. عموما ذلك هو الشاعر، له التحية. آه، خلوني أقول اسمه مع كل نهاية قصيدة للشاعر، لابد أن نقول اسم الشاعر. فهو من ضمن الشعراء النيجيريين المجيدين.
نعم، هو رجل أكاديمي. هو الشاعر ناصر المالكي. أيها المشاهدون الكرام، لازلتم مع قناة سلام الإعلامية المباركة، وهذه حلقة في برنامج مع اللغة العربية. نقرأ لكم مختارات من كتاب 100 شاعر نيجيري، وهي مختارات من الشعر العربي النيجيري خلال القرن 21. نأتي الآن إلى شاعر آخر ضمن الشعراء النيجيريين، وأنا أمرر الصفحات لأنه لكل شاعر اختار له الكاتب أو المؤلف 10 قصائد. وقد تكون من عيون الشعر لذلك الشاعر أو هذه من أجمل قصائد لم تنشر، لكن هي هكذا. الصدف مرات بتجيب تنشر ما يراه الباحث يعني. الآن نحن أمام شاعر مصطفى أبو بكر مي إيكي، هذا اسمه. مصطفى بن أبي بكر بن محمد مي إيكي ابن عبد الله، ولد في مدينة بيرنن كب، عاصمة ولاية كب، حيث كان أبوه يعمل محاضرا بمعهد وزير عمر للعلوم التطبيقية الفيدرالية. نشأ في بيت علم. كانت حياة الشاعر كلها في طلب العلم، وقد تعلم منذ نعومة أظفاره الحروف العربية والقرآن الكريم والفقه من والدته ما شاء الله. أخذ العلم عن كثير من العلماء، منهم والده الشيخ أبو بكر وآخرون. بدأت علاقته بالشعر منذ أن كان في المرحلة الإعدادية. أنا حتى السيرة الذاتية أخذ منها مقتطفات يعني. حاول قرض الشعر بعد أن تعلم العروض على يد شقيقه الشاعر نافع أبو بكر العفاسي. للشاعر فلسفته تجاه الشعر وإنتاجه الأدبي، منها ديوان تحت عنوان رحلة على انزياح الأشواق، عنوان خطير يعني. وعنوان آخر أو ديوان حتى وإن، هذا الديوان غير مطبوع. حتى وإن ده عنوان شعر، عنوان ديوان. سأختار لكم واحدة من قصائده. دائما ليس بالضرورة أن تكون أول قصيدة للديوان من العشر قصائد، ليس بالضرورة أن تكون هي من أجود شعره. يقول: الماء، قصيدة عنوانها الماء، وده من شعر التفعيلة. وأكتب قلبي الذي في ينمو بفلسفة، بأغنية، بمحبرة من صليل المساء، بمايا. وأكتبني في عباقرة عبقر، بلحن سماوي، بصمت درامي، بسكرة ناي خرافي، ببوح رومانسي، بوحي تقصى فؤادي. وأكتب قلبي بنيجيريا، أرد الصباح صباحا وأسعى، وفي صحف من غناء البحار أزف المتاهة نبعا سوار. وأرمي وراء الغيوم سطور الكتاب بحنجرة من نخيل الرباب، وأبقى بحلم يرن كصوت الوداع، ورسم كوحي أمام اليراع. وأندى وأكتب قنبلة بعقل المجاز، وأرسم لوحا مباحا بكأس من الضوء أسقي الجميل، فأزهر نجما بلون جميل، وأكتب عينا بماء جميل، وأسبح فوق الخيال. أرى وترا، أرى صورا، أرى قمرا، أرى
وأمشي إلى عالم وأغسل دمعة بفجر وسمعة، وأغسل دمعة بفجر وسمعة، وأكتب هذه التقارير وتكتبني أطير جناحا جناحا، أصب لمائي رنينا ومائي يصب علي الرنين، فأمشي وخلفي رنين يقول رنين، أمامي وفوقي وتحتي رنين يرن رنين، أنا لحن موسيقى غرام وشوقي وتيه، أنا لحن موسيقى غرام وشوق وتيه، ومائي سيكتب فوق الجميع إذا انعكس الورد في مائه ونادى بحمرائه صلاة الغرام، لخضرائه لينشق عطرا بسمرائه، تمادى وغنى فصارت رياح رياح، وأكتب وكان النجاح نجاحا، وأكتب وكان النجاح نجاحا. شعر جميل يعني، أنا أحدث عندي لذة فنية يعني، وهو شاعر متمكن. لك التحية الشاعر المجيد. ربما العودة لاسمه، آه، أنا أحاول أرسخ الاسم إن شاء الله، لن أعود إلى الاسم فنذهب إلى شاعر آخر. وأنا أتمنى أن آه، التصفح يأتينا بشاعرة، حتى لا نكون برضو نحن رجوليين فقط، لأنه برضو الشاعرة، أنا قرأت اسم مريم، واحدة من الشاعرات في هذا الرصد الميمون يعني. أعتقد أنه لم يتبقى لنا كثير في هذه الحلقة. أيوة، سبحان الله، مريم جاءت براءة يعني، جاءت براءة، جاءت لوحدها يعني. مريم بلل آدم. مريم بلولو آدم هذه شاعرة من مواليد مدينة كدونا، نيجيريا، سنة 96 في حارة رغاسة، حيث نشأت تحت كفالة الشقيق أمها محمد بلولو آدم. والدها كان شاعرا وينتمي إلى كبار الشعراء في نيجيريا. حصلت الشاعرة على الابتدائية بمدرسة الشيخ أبي بكر، والإعدادية بمدرسة فجر الإسلام، والثانوية بمعهد سلامة. وفي عام 2003 حصلت على الدبلوم في الدراسات الإسلامية واللغوية. عام 19 التحقت بجامعة ولاية كادونا قسم اللغة العربية، كلية الآداب. كما تلقت الشاعرة بعض الدروس، وكان لها النزعة الشعرية منذ الثانوية، بدأت بنفحه في مرحلة الدبلوم، وقد تأثرت ببعض الشعراء القدامى والحديث يعني، أمثال شعر طرف بن العبد، وزهير بن أبي سلمى، والمتنبي، وإيليا أبو ماضي. هذه شاعرة خطيرة يعني. سأختار لكم واحدة من قصائدها، من عناوين قصائد يوم متوج. قصيدة أخرى الطيور على أشكالها تقع. هذا مقتبس طبعا، هذا مثل يعني. وعندها البدر الملهم. وعندها قصيدة اسمها عزيزي. خلونا نقرأ عزيزي. تقول الشاعرة مريم: كم زارني السقم واستشفى بلقياك، كم زارني السقم واستشفى بلقياك، طول الزمان يراعي يوم رؤياك. أنت الحبيب الذي في البدر بسمته نور يوازيك في شرق، وحياك النفس اضطربت إذ كنت تهجرها، أين السعادة في قلب تناساك. والعشق العشق خاطر في قلبي وخالطه مسك عبير، ألا قد فاح نحواك. يا منيتي أبدا
طوبى إلى قمري، أنت الذي قلمي في الشعر سماك، الكون يشهد حبي فيك متصلا، لا شيء يعدله نفسي وتهواك. إذ نمت أنت الذي في الحلم تخبرني، نجمي أسميك أو حبي لسيماك، من كان في أملي فالله يعلمه العيش ما بسمت لولاك لولاك، حتى مع الطيف تبدو لي خواطره، في السهر أبغيك بل دوما وأسناك، يا ليت لي كوكبا يأتي ويخبرني عن حاله في السرى، إذ كان ألفاك ما قمت في ليلة إلا لأسأله، يا رب لي حاجة في النفس أخشاك، العشق أغرمني أمسي وكل ضحى عيني إذا طرفت في النفس ذكراك، يا رب أنت الذي أبليتني، فأنا بالحب ذاك الذي في الليل ناداك، نفسي تراوده فجرا إذا نهضت كل الصباح تفوح الشوق لغياك، يا رب حقق لنا أحلامنا أبدا حتى نطيب بخير الوصل يمناك. شوف التبتل ده جميل كيف. وذكرتني بشعر رابع العدوية، تلك المتبتلة المؤمنة. شكرا لك الشاعرة الجميلة المتبتلة الخاشعة مريم بلل آدم. ربما آتي إلى شاعر أو شاعرين فقط لنختم. طبعا عندها قصائد كثيرة. صدمة الألفة واحدة من قصائدة، سلطانة برضو من قصائدة، قافية الهجران جميلة القصيدة هذه، لك حبي. الآن نأتي إلى الشاعر عبد الله علي أحمد الغيضو. انضم عبد الله إلى هذا الكون عام 95، يعني ولد، وأكرمته قرية غيضو محافظة غروز ولاية كانو. ولاية كانو دي فيها شعراء كثر يبدو لي. كان من أسرة متوسطة يقودها الأسد علي بن أحمد إلى بر الأمان. درس الثانوية والابتدائية، وكان قد تولى في تجاربه أمينا عاما للجنة العربية، ومسؤولا ثقافيا، وعضوا في نادي الأدب التابع للاتحاد العام في الجامعة الإسلامية بالنيجر. هم الشعراء النيجيريين كثير يمشوا بالنيجر، يعني يمشوا إلى النيجر للقرب طبعا. نائب القاضي العام للانتخابات الرئاسية في اتحاد طن فوديو بالجامعة الإسلامية بالنيجر. عنده جملة أو عدة قصائد كما نشرت له 10 قصائد طبعا. لست هكذا يا أرضي، على يعني شعر التفعيلة. وعنده قصيدة أخرى إلى سدرة الأحلام. ما رأيكم أن نقرأ إلى سدرة الأحلام؟ يا أنت أندلس الجمال، يا أنت أندلس الجمال، إذا بدت غمازتاك على حبيب سيطرت، ولكم هزمت أمام بسمتك التي بين الثلوج تفجرت وتألقت، فلتبرئي أعمى وأكمه، وابعثي ميتا وبثي ما القلوب تدخرت. ولتشرح الشعر القديم غموضه، وتأول الآيات فيك تنزلت، ما بال عينك تجرح الطير الذي في عشقك الفضي ريشه انسلت. ما بال عينك، ما بال عينك تجرح الطير الذي في عشك الفضي ريشته انسلت. في الصمت 1000 قصيدة لكنها تأبى الخروج، فبايعتك وأخلصت
يا أنت، يا أقصى طريقي، مسافر عجلان لا زاد وناقته كبت. من ديلك الأنقى، منديلك الأنقى ينظف ليلة كانت من البعد العقيم توسخت. أمشي بوصلتيك في اللامنتهى وأجيب للأصداء حين ترنمت. صحراء ما زالت تهدهد غلتي وسرابها الخداع موجته طفت. صوت سماوي يخاطب قائلا: ما بال قنديلين منك غورغت. لا تبتئس فتضحك الأحزان رغم عنادها بعباءة قد زينت، وستخلع الآفاق عن ديجورها، فالراقدات من النجوم استيقظت. فاقلع نعالك، صل نافلة الوصول، وقبل الأزهار فيك تفتحت، وارفع رؤاك إلى السماء بدمعتين، وزك شمسا أشرقت تحنو إليك غمامة حبلى. فبشر أرضك الثكلى بأمطار همت ببراءة القديس في صلواته، فادعو لنفسك جنة قد أزلفت. حاجة في غاية الروعة والجمال. له قصيدة اسمها أنا في زوايا النحو، وقصيدة أخرى غم الهلال أو غم الهلال ظل الحزن. هذه كلها عناوين قصيدة. سأختم الحديث معكم في هذه الحلقة أيها الإخوة المشاهدين. وهو يكتب بالشعر العمودي القوي كمان. شكاية الأم: من خلف ظلي أختفي أتلو لنفسي مصحفي. دي قصيدة ممتازة يعني. نأتي الآن إلى عبد الرزاق حبيب أولا ليكن. ولد حبيب عبد الله أولا ليكن في ولاية لاغوس عام 2000، يعني عمره 24 سنة هذا الشاعر. تتلمذ على أيدي الشيوخ الكبار في لاغوس. مسيرته الشعرية بدأت بمحاولاته الطفيفة في المدرسة من الثانوية، وتدرج حتى له بحوث ومقالات أدبية نشرت في بعض المجلات والصحف، وشارك في بعض الأمسيات الشعرية، مثل أمسية شعرية نظمها اتحاد طلاب نيجيريا عام 2020، وأمسية شعرية نظمها اتحاد طلاب يوربا بنفس الجامعة. الواد شاب صغير يعني. سيرة وطن غريق، قصيدة عمودية غاية الروعة. حب منصف، برضو بيكتب بالشعر العمودي القوي، ويقول في صنائع الفريد. وله قصيدة اسمها ترنيمة ينقصها الصدح. التفاؤل مع الحياة. وعنده قصيدة اسمها طيف الذكريات، وقصيدة أنين العاشق، وعنده ما تبقى من قبسات النبوة. خلونا نتبرك بهذه القصيدة النبوية ونختم الحديث معكم أيها المشاهدون الكرام. يقول: ما تبقى من قبسات النبوة من طور سينا فالحقيقة توحي، وهناك يعرى لم يبايع نوحا. لا حدث لا رؤيا بخاطر شاعر، وله بنحر الأغنيات أبيحا. ما عادت امرأة تراود يوسفا، والحب يدفن في الفؤاد جريحا. ما زال في المحراب
تنسك مريم وهبت بتلبية النداء مسيحا، وأنا بيعقوب يضمد حزنه ويرى الأسى للأنبياء ذبيحا. بدمي سينتخب الأسى أحبابه، وأرى الرثاء لمن يموت مديحا. وعلى يدي عش القصيدة ضيق، وأخال بين العنكبوت فسيحا. ما كنت أترك للكلام مجازه، إلا إذا اقتنص الغموض وضوحا. ما كنت أعبر قلب كل قصيدة إن لم يكن فرس القصيد جموحا. بيدي عصا موسى أقول نبوة، فليصبح الحرف العليل صحيحا. ويقول لي قلبي بآخر نبضه خير الهزيمة أن تحوز فتوحا. هذا شاعر مجيد. وله قصيدة أخرى مأساة غريب وطنه المنفى، وهكذا. ما رأيكم مشاهدي الكرام أن نتوقف الآن في هذه الجزئية، وآمل أن لا أكون تجاوزت الحد المسموح به في هذه الحلقة من برنامج مع اللغة العربية عبر قناتكم المباركة، قناة سلام الإعلامية المباركة. رصدنا في هذه الحلقة وهي رقم 156، قدمنا لكم كوكبة من كتاب 100 شاعر نيجيري، مختارات من الشعر النيجيري العربي خلال القرن 21 من الجزء الثاني. أشرف على هذا النشر الكتاب البروفيسور الدكتور إبراهيم أحمد المقري. طبعا شكرا لأخونا إبراهيم إدريس على أنه نشره في دار أداة للكتاب. ولكم مشاهدي الكرام الشكر الجزيل على حسن الإصغاء والمتابعة. ولأحبابنا المخرجين والفنيين الشكر الجزيل على مجهودهم الجبار. ألتقيكم بحوله تعالى إن شاء الله في الحلقة المقبلة، نقرأ من هذا الكتاب إن شاء الله ما يسمح به الوقت بحوله تعالى. حتى ذلكم الحين أترككم مع آية من الذكر الحكيم. يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. ويقول الشاعر المجيد: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. اللهم اجعلنا من أحبابك وأحبابك الذين يحبون هذه اللغة ويتمسكون بها، لأنها لغة القرآن ولغة أهل الجنة في الجنة. جزاكم الله كل خير على حسن الإصغاء والمتابعة. تحياتي محدثكم بالإعداد والتقديم أحمد شريف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.